يا صديقي، ازيك عامل ايه؟ خليني اقولك ان الحلقة دي مختلفة شوية عشان هنتكلم في كتاب كل الناس بتسأل عنه: الأب الغني والأب الفقير. بص، تخيل كده انك قاعد معانا على القهوة، واحد ماسك الجريدة وبيحسب مصاريفه، والتاني بيحلم يشتري عمارة ويأجرها. الاتنين دول هما بالظبط الأب الغني والأب الفقير. الأب الفقير كان بيقول لابنه: ادرس كويس، هات شهادة، اشتغل وظيفة مضمونة، وعيش على قدك. إنما الأب الغني كان بيقول العكس: الفلوس مش الهدف، الهدف إنك تخلي الفلوس تشتغل عندك. يعني مثلا الأب الفقير شايف إن المرتب هو الأمان، تشتغل، تاخد مرتب، تدفع فواتير وتستنى آخر الشهر. لكن الأب الغني شايف إن المرتب ده فخ. الأمان الحقيقي إنك تبني أصول زي عقار، استثمار، بيزنس صغير، حاجات تجيب لك دخل من غير ما تتعب طول عمرك. يا صديقي، الكتاب بيقول إن الفرق مش في كمية الفلوس، الفرق في طريقة التفكير. الأب الفقير كان شايف الفلوس حاجة نخاف منها، الفلوس وسخة، الأغنياء جشعين. إنما الأب الغني كان شايف الفلوس أداة، إزاي تديرها وإزاي تستثمرها. في نقطة تانية مهمة: الأب الفقير دايما يقولك أنا ما قدرتش أشتري الحاجة دي. الأب الغني لأ، يقولك إزاي أقدر أشتريها. شوف الفرق، الأول بيقفل دماغه، التاني بيفتح دماغه يدور على حل. الكتاب كمان بيعلمنا إن المدارس بتعلمنا إزاي نشتغل عند غيرنا، مش إزاي نكون أحرار ماليا. يعني نعرف نحسب ونكتب، لكن ما نعرفش ندير فلوسنا. الأب الغني يركز على التعليم المالي، إزاي تفهم الديون، الأصول، المصاريف والالتزامات. في الآخر يا صديقي، الرسالة واضحة: لو فضلت ماشي على عقلية الأب الفقير هتشتغل طول عمرك وتفضل مستني المرتب. لكن لو خدت عقلية الأب الغني هتتعلم إزاي تبني حرية مالية تخليك تعيش حياتك من غير قيود. وطبعا يا صديقي، ده مش معناه تسيب شغلك فجأة أو تتهور، لأ، المعنى إنك تبدأ تفكر مختلف وتبني أصول صغيرة واحدة ورا التانية لحد ما يبقى عندك أمان مالي حقيقي. يا صديقي، الحكاية مش سهلة، بس أي واحد فينا يقدر يبدأ بخطوة صغيرة. زي ما الكتاب بيقول: المشكلة مش في إنك ما عندكش فلوس، المشكلة في إنك مش عارف إزاي تخلي الفلوس تشتغل عندك. فيا صديقي، قولي كده في الكومنتات، انت شايف نفسك مع الأب الغني ولا الأب الفقير؟ وافتكر اننا هنا على قهوة وكتاب بنحاول نلخص لك كتب تفيدك في حياتك. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك، وتقول لنا تحب نلخص اي كتاب المرة الجاية. سلام يا صديقي، واشوفك في الحلقة الجاية.